عاد الإيطالي ماريو بالوتيلي مهاجم سيون السويسري إلى الأضواء في الآونة الأخيرة بعد اختفائه عن الساحة الرياضية العالمية، وذلك بتصريحات نارية سخر فيها من البرتغالي كريستيانو رونالدو، وانتقاله إلى مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، إلى جانب توجيهه لكمة لأحد المسؤولين في ناديه. وقضى المهاجم الإيطالي الموسم الماضي مع فريق سيون الذي يلعب في دور الدرجة الثانية في سويسرا، لكنه بات مرشحا لمغادرته رغم تبقي موسم واحد في عقده، بعد أن دخل في مشكلات مع الجهاز الإداري للنادي، واعتدى باللكم على المدير الرياضي للنادي. وقال بالوتيلي في حديث نقلته صحيفة ماركا الإسبانية: لقد رفضت عرضا من الصين كان أعلى بكثير من الأرقام المقدمة من المملكة العربية السعودية، ولست نادما على رفضه. فضلت مواصلة لعب كرة القدم في أوروبا، وبقيت في مارسيليا. وعلق على تصريح رونالدو بأن الدوري السعودي يمكن أن يصبح دوريا رفيع المستوى مثل الدوري الإنجليزي الممتاز والعديد من الدوريات الأخرى، وذلك بقوله ساخرا: إنها فكرته، ووفقا لهذا المنطق كان ينبغي للصين أيضا أن تكون في المستوى الكبير ومن الدوريات الخمسة الكبرى. وأضاف: لا أعرف ماذا سأفعل في المستقبل، لكن كيف يمكن لرونالدو القول إن الشخص الذي يذهب إلى السعودية لن يذهب من أجل المال؟ إذا عرضوا القليل من المال، فلن يذهب اللاعبون إلى هناك.